كنتي كتفكر انك تختار محاسب او ربما خبير محاسب، كتسول شكون اللي غادي يعطيك النصائح الماليه اللي غادي تنفعك. هاد الحلقه غادي تبدل لك المفاهيم. واش كتعرف ان الاختيار الخاطئ ديال المحاسب ديالك يمكن يكلفك الثقه في المسار المقاولاتي ديالك والفلوس اللي كتحاول تحافظ عليها. بزاف ديال الناس ما كيعرفوش الفرق بين الخبير المحاسب والمحاسب المعتمد، وهذا الخطأ يقدر يكلفك بزاف ويكون عنده تأثير كبير على نجاح أو فشل المقاولة ديالك. اليوم غادي نفصل لك الطرق باش تكون عارف شنو الأنسب ليك وعلاش. بزاف الناس كيسمعوا محاسب، خبير محاسب، ائتمانية يعني فيدوسيير، بعض المرات كتشوف مكتب محاسبة والخبرة، ولكن قليل اللي فاهمين شنو كل واحد كيدير بالضبط. كاين فرق كبير في المسار المهني، في المهام اليومية وفي القوانين اللي كتخص كل واحد منهم. واش خاص الواحد يخدم معك في الأمور اليومية للشركة، أو واحد يكون عنده الصلاحية باش يعطيك تقرير رسمي معتمد أمام الضرائب والدولة. المحاسب المعتمد أو الكونتابل أغريي هو شخص عنده الإجازة في المحاسبة أو الاقتصاد، وكيخصو يدوز امتحان كتنظمو الهيئة المهنية للمحاسبين المعتمدين l'OPCA. هاد الهيئة تأسست بناء على القانون 127/12 اللي صدر في 2015 لتنظيم المهنة ديال الكونتابل أغريي، ولكن بعد ما تأسست واجهت مجموعة من الإشكالات. رغم أن كان هناك عدد كافي من المحاسبين المؤهلين، إلا أن شروط الممارسة اللي فرضها القانون ما كانتش مناسبة لشي وحدين، بحال مثلا عدد سنوات العمل في المهنة والعمل بلا باتونت ديال انتربرونور دو ترافو دو كونتابيليتي. الهيئة المهنية للمحاسبين المعتمدين l'OPCA فيها 4000 محاسب معتمد حاليا، ولحد الآن دارت 827,660 تصريح سنوي. فالمحاسب المعتمد كيقدم خدمات بحال مسك الدفاتر اللي كنقولوا تونو دو كونتابيليتي، على حساب علاش كنقول بعض المرات بالفرنسيه والعربيه، على حساب حيت كاين فينا اللي قراها بالعربيه وكاين اللي قرا اون فرونسي، وكاين في القانون بزاف ديال الوثائق كتكتب بالفرنسيه. دونك هاد المحاسب المعتمد كيدير لا تونو دو كونتابيليتي وكيدير اعداد القوائم الماليه اللي هي لي بيلون، وتقديم الإقرارات الضريبية سيتادير لي ديكلاراسيون، حاليا لي تيلي ديكلاراسيون فيسكال وسوسيال بالنسبة للسينيسيس للشركات الصغيرة والمتوسطة. ومع ذلك ما عندوش الحق باش يدير التدقيق المالي والقانوني. لقب المحاسب المعتمد هو واحد من الألقاب المهنية اللي بزاف ديال الناس كيتنافسوا عليها، وكيتنظم بالقانون رقم 127/12 اللي تعدل وتكمل بالقانون رقم 53/19. الشروط باش تولي محاسب معتمد: خاصك تكون حاصل على إجازة أو دبلوم التعليم العالي العمومي في مجالات العلوم الاقتصادية، المالية، المحاسبة أو تدبير المقاولات، أو دبلوم معترف به كيفيا. فضروري تنجح في مباراة الولوج لمهنة المحاسب المعتمد. هذه المباراة كتنظم كل 3 سنين وكتكون في المحاسبة والضرائب، اللي موضوع كيدوز في 4 سوايع، وموضوع في القانون التجاري وكيدوز في 4 سوايع كذلك تاهو. المترشحين اللي كينجحوا في الامتحان الكتابي خاصهم يدوزوا امتحان شفوي. فبعد النجاح ديالهم المترشح خاصو يدير تدريب مهني لمدة 2 عام عند محاسب معتمد. في آخر التدريب المحاسب المعتمد المتدرب خاصو يدير عرض أو بحث ديال نهاية التدريب قدام اللجنة اللي كتكون مكونة من ممثل من المجلس الوطني للهيئة المهنية للمحاسبين المعتمدين بصفته رئيس، ممثل من وزارة الاقتصاد والمالية، ممثل من المجلس الجهوي اللي تابع ليه المحاسب المعتمد المتدرب، وأستاذ جامعي متخصص في مجال الاقتصاد، المالية، المحاسبة أو لا جيستيون دي زونتربريز.
النجاح في هذا المسار كيعطي للمترشحين مستوى عالي من التكوين وكيخليهم يكونوا قادرين على ممارسة المهنة بفعالية ومهنية. ليكسبير كونطابل خبير محاسب عنده مسار أكثر تعقيد، خاصو يكمل 7 سنين ديال الدراسة في المحاسبة، من بينهم 3 سنين ديال التدريب عند خبير محاسب. في الأخير كيدير امتحان باش يحصل على الدبلوم الوطني للخبير المحاسب DNEC. فهذا المسار كيمكنه يقدم خدمات متقدمة بحال التدقيق المالي، الاستشارات الضريبية، وإعداد تقارير مالية معقدة للشركات الكبرى. الخبير المحاسب هو اللي عنده الحق باش يدير التدقيق المالي والقانوني، ويقدر يقدم استشارات مالية وضريبية معمقة، وحتى التقارير اللي كتقدمها المؤسسات الرسمية. بينما المحاسب المعتمد كيكون خدام أكثر مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمهام ديالو كتركز على الحسابات اليومية والضرائب. واحد الحاجة اللي بزاف ما كيعرفوهاش هو أنه في المغرب إلا كنتي عندك مشروع صغير وعندك خبرة كافية في المجال المحاسبي، تقدر دير المحاسبة لراسك بدون حاجة للمحاسب معتمد، ولكن خاصك تكون عارف القوانين والضرائب باش ما توقعش في الأخطاء. أما إلا كانت الشركة كبيرة أو كتحتاج تدقيق مالي وقانوني، فخاصك خبير محاسب معتمد باش يعاونك. في الختام، الفرق بين الخبير المحاسب والمحاسب المعتمد واضح. كل واحد عنده صلاحيات خاصة كتناسب حجم وطبيعة الشركة. إلا كان عندك مشروع صغير فالمحاسب المعتمد كافي، أما إلا كنتي عندك شركة كبيرة فخاصك خبير محاسب. إلا نسيت شي حاجة كتبوها لي في الكومنتير. شكرا بزاف على المتابعة، ما تنساوش تشتركوا في القناة باش توصلكم الفيديوهات الجديدة. نتلاقاو في الفيديو الجاي، مع السلامة.